تعالوا هنا بقى يا حبايب قلبي، بكيلو دقيق عملنا صينيتين من الكيكة واربع بيضات بس يا حبايبي. يعني كيلو الدقيق عملنا بيه صينيتين كيكة. بصوا كده هشة وخفيفة ومستوية والفراغات مقفولة. بسم الله ما شاء الله. تعالوا نشوفوا عملنا الوصفة العسل دي ازاي، ويا ريت مش تنسونا اللايك واعملوا اشتراك بالقناة عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايبي. دوسوا الكل عشان اي وصفة من وصفاتي. مطبخي مطبخ هنا عبده، تنوروني يا حبايبي. معانا هنا اربع بيضات بس حطيناهم، واتنين كيك شيف، واربعة فانيليا، بس البيضة كبيرة شوية. تمام. وحطينا السكر كوباية ونص من السكر، وكوباية ونص من الزيت، ونص كيلو لبن. تمام، احنا عاملين كمية كبيرة. نص كيلو لبن. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف يا حبايب قلبي. تمام. كوباية ونص دقيق، كوباية ونص سكر، كوباية ونص زيت. الدقيق كيلو يا حبايبي. تمام. كوباية ونص زيت وكوباية ونص سكر. حطينا السكر في الخلاط وحطينا نحط الزيت عليه. حطينا في شفشق الخلاط يا حبايب قلبي كوباية ونص من السكر، كوباية ونص من الزيت. تمام. يا ريت لو عجبكم الفيديو حطوا لايك يا عسل كده عشان اللايك بيرفع الفيديو. اهو حطينا كوباية ونص من الزيت وكوباية ونص من السكر، وهنضيف 4 بيضات. وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف يا حبايبي. هنا 4 بيضات بس البيض كبير شويه. تمام. انا عملت معاكم كيكه اكتر من نوع كيكه قبل كده، وعملناها من غير بيض خالص قبل كده، وعملناها كيكه بالزبادي. بس انا بحبكم تشاركوني كل حاجه انا بنزلها. الوصفه دي جميله جدا. من كيلو دي عملنا صينيتين كيكه محترمين كده عسل. بسم الله ما شاء الله. طالما حطينا بيض بقى في فانيليا، هنحط 4 كيس فانيليا علشان ريحه زفاره البيض. تمام. وهنحط يا حبيبي، حطيت نص كيلو اللبن كله، كل الخليط اللي هو المكونات السايله، كل المكونات السايله في الخلاط، والمكونات الجافه هنقلبها على بعض، الجافه على بعض والسايله مع بعض في الخلاط ونضربهم مع بعض. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومعانا هنا اللي شفتوا البرتقان اللي انا عملته معاكم في الفرن، قشر البرتقان اللي انا عملته بنكهه البرتقان. خدنا قشر البرتقان، كنت عملته فيديو معاكم، هناخد منه معلقتين. بشرة البرتقان يا حبايبي اللي كنت محمصاها ودخلها الفرن وشيلتها، نعمل منها كيكه تدي نكهه حلوه، نكهه البرتقان في الكيكه. وهنضرب بقى الكلام ده كله مع بعضه في شفشق الخلاط. وبعد كده هنحتاجنا سكر، بنحط سكر تاني حسب ما انتوا حابين بتزودوا. في ناس بتحب الحاجه حاليه، وفي ناس بتحبها ايه، دلعه، ما تكونش حاليه قوي، حالها مظبوط. الحاله اللي انا حاطاه مظبوط جدا لكيلو الدقيق، كوبايه ونص سكر من الكوبايه اللي هي بتاعه العصير الكبيره، او المج بتاع الشاي الكبير، ما هو ده زي ده اللي هو 200 جرام. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هنضرب الخليط كله في الخلاط. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. يا ريت لو وصلت لحد هنا حطوا لايك ودعموا الفيديو باللايك كده وارفعوه مع اصحابكم كده عشان اللي يطلع كده ويعلى. حبايبي واخواتي في الله، هي حبايب قلبي احط شويه بودره كمان، دي بودره البرتقال اللي كنت عملتها معاكم، اللي هي القشره الصفراء بتاعه البرتقال، بتدي نكهه حلوه قوي في الكيكه. كيلو دقيق يا حبيب قلبي انا نخلاه مره واتنين عشان نفرغ الهواء اللي فيه. وهنضيف كيسين كيك شيف ورشه ملح على الدقيق بين صوابعنا كده. حطينا على الدقيق رشه ملح يعني بصوا لا تذكر. تمام. وهنقلب كله مع بعضه كده قبل ما نحط الخليط على المكونات اللي هي السايله. وبعدين مش هنحط كمان مره واحده، هنشيل شويه شويه لحد ما يروح في العجينه، وبعد كده نحط شويه تانيين. يعني مش هنحط كله مره واحده، هنحط شويه ونقلب بس يكون في اتجاه واحد، علشان في اتجاه واحد نحافظ على الهواء اللي جوه الكيكه ونخليها تبقى معانا كده هشه وخفيفه. والصراحه زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو طلعت معايا مستويه وخفيفه وزي الفل، والفراغات قافله. يعني اهم حاجه الفراغات بتاعتها قافله. الكيك شيف ده جميل جدا يا جماعه والله. انا بفضل اجيب كيك شيف الكيكه افضل من البيكنج باودر. الكيك شيف بيسد الفراغات وبخلي الكيكه هشه وخفيفه ومستويه وجميله، ما فيش فيها اي عجينه من جوه خالص بعد ما بتستوي. تمام. واحنا كده كده بنختبرها بالخله، الاعواد الخشبيه، العود الخشب اللي هو الاعواد الخشبيه دي، او سكينه. لو طلعت السكينه ناشفه تبقى معانا زي العسل، استوت وزي الفل. اما لو طلعت بقى عجينه ما نسيبها شويه تستوي.
واهم حاجه معلومه، ما نفتحش على الكيكه الفرن يا حبايب قلبي. هي دي المعلومه اللي انا بقول لكم عليها. ما نفتحش الكيكه على الفرن على الكيكه وهي بتستوي، حتى ولو شمينا الريحه. اول ما الريحه تطلع استنى شويه عليها. ليه يا حبايب قلبي؟ عشان الكيكه بتهبط، الكيكه بتهبط مننا. تمام. فلو فتحنا عليها الفرن بتنزل وتهبط بعد ما بتبقى عاليه ومرتفعه. مره واحده بتنزل، مره واحده ما تبقاش حلوه معانا. تمام. معانا هنا صينيه دهنتها ماده دهنيه زي ما انتم شايفين كده، وهعفرها بالدقيق. وبعد كده هنفض الدقيق اللي زياده في الصينيه التانية. ما انا قلت لكم انا عامله صينيتين بسم الله ما شاء الله اهو. عشان بس ما تلزقش معانا ولا الزيت يحرقها، لازم احط تعفير الدقيق في الصينيتين كده بصوا اهو. وبعد كده هحط خليط العجينه في قلب الصواني، وهبدا هبده بسيطه، مش هبدا جامد عشان الفراغ الهواء اللي فيها. يعني هزها هزه بسيطه كده قبل ما ادخلها الفرن. واكون مولعه الفرن قبليها بحوالي 7 دقايق كده ولا 5 دقايق، يكون الفرن سخن جامد. ادخلها في الرف الوسطاني تطلع معانا زي العسل كده. ايه بصوا اهي، بسم الله ما شاء الله، يعني زي العسل. اللهم صل على النبي. هنيجي نقطعها بقى وتطلع معاكم زي ما شفتها في اول الفيديو كده يا حبايبي. بصوا بسم الله ما شاء الله، الكيكه بتتكلم عن نفسها. ارتفاع ايه، وهشه وخفيفه ومستويه، والفراغات مقفوله ما فيهاش فراغات من جواها. يعني اغلبيه الوقت كنا نعمل كيكه نبص نلاقي الكيكه في قلبها فراغات من جواها كده. تمام. دي سد الفراغات خالص، ما فيش فراغات. هطلع حته دلوقتي اوريها لكم كمان اهي. بصوا ارتفاع ايه، والفراغات مقفوله. يعني بصوا بسم الله ما شاء الله المسام بتاعتها من